مبروك عليك ال 200 جنيه دي لو تعرف معجزة رقم 8 في القرآن. ايه بقى هي المعجزة؟ لو ما تعرفش، فالعرب ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متقنين جدا للغة العربية، لدرجة ان اللي كان ممكن يغلط في تشكيل حرف واحد كان ممكن يقعدوا يتريقوا عليه سنة. واحدة بقى من الحاجات دي كانت الطريقة بتاعة عد الارقام. العرب ما كانوش بيحطوا حرف الواو من 1 لحد رقم 7، لكن من بعد 7 اللي هو مع بداية رقم 8 بيحطوا حرف الواو. يعني مفيش حاجة اسمها 1 و2 و3 و4 و5 و6، مفيش حاجة اسمها كده. اللي كان ممكن يعد بالطريقة دي ايام العرب كانوا ممكن يتريقوا عليه عادي جدا، وانت اصلا لما تسمع العد بالطريقة دي تحس ان الجملة فيها حاجة مش مظبوطة. فالعرب كانوا بيعدوا ازاي بقى؟ 1 2 3 4 5 6 7 و8. فالمهم ان حرف العطف الواو ما كانش بيتحط غير قبل رقم 8، وعادي نكمل بيه. وربنا لما انزل القرآن قال في سورة الشعراء بلسان عربي مبين. يعني مش هقول لك انت استحالة تلاقي في القرآن غلطة لغوية، انت استحالة تلاقي عادة من عادات نطق العرب مش موجودة. وهنا سبحان الله تظهر معجزة رقم 8. لما تيجي تبص على الآيات اللي في القرآن اللي فيها تعداد سواء أرقام أو صفات أو أشياء، هتلاقي إن رقم 8 سبحان الله بيتحط وراه حرف الواو. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، مفيش حرف الواو. ويقولون 5 سادسهم كلبهم، برضه مفيش حرف الواو. ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، حرف الواو اتحط قبل الثمانية. وطبق ده بقى تقريبا على كل حاجة فيها تعداد. استنى اديك واحدة بهرة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هتلاقي ان كل الصفات سبحان الله ما تذكرش قبلها حرف الواو الا الصفة الثانية اللي هي والناهون عن المنكر. وهتلاقي برضو نفس الطريقة حصلت لما ربنا ذكر ابواب الجنة وابواب النار. عدد ابواب جهنم 7، فتلاقي ان ربنا ما ذكرش في الآية حرف الواو حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، انما عدد ابواب الجنة 8، فتلاقي ان ربنا قال في الآية حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. وده يخلينا ما نلاقيش حاجة نقولها نختم بيها